بسم الله الرحمن الرحيم. ألف مبروك للمنتخب السوداني تحقيق فوزه الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب على غينيا الاستوائية. المنتخب السوداني حقق فوزه الأول بعد 13 سنة من آخر فوز ليه اللي كان في بطولة أفريقيا عام 2012. كان لقاء ده مع بوركينا فاسو، يعني المنتخب السوداني فاز على بوركينا فاسو في 2012، واليوم يفوز على المنتخب الغيني الاستوائي بهدف مقابل لا شيء، محققا فوزه الأول في هذه البطولة في بطولة 2025 في المغرب، وضرب عصفورين بحجر. أول حاجة حقق هذا الفوز وقوى اماله جدا في التاهل الى الدور الثاني رفقه المنتخبات العربيه التي اقتربت كثيرا من التاهل الى الدور الثاني، وهي مصر والمغرب والجزائر وحتى المنتخب التونسي اللي خسر 3-2 امام المنتخب النيجيري. كيف صارت المباراه؟ المباراه كانت سجال بين الطرفين حتى جاءت اللحظه الحاسمه في الدقيقه 74. فاول على حدود منطقه الجزاء، كره اتلعبت وتكفل لاعب المنتخب الغيني الاستوائي لحسن الحظ باحراز هدف في مرماهم بعد دربكه داخل منطقه الجزاء. هذا الفوز بيعزز حظوظ المنتخب السوداني جدا في الوصول الى الدور الثاني، لانه اصبح في رصيده 3 نقاط ولديه مباراه قادمه اعتقد ان هي مباراه يستطيع الفوز فيها. فوز المنتخب السوداني جاء خلافا للتوقعات التي كانت تراجع كفه فريق غينيا الاستوائيه، بحكم ان فريق غينيا الاستوائيه في اخر 10 سنوات نتائجه افضل من المنتخب السوداني الذي لم يتاهل اصلا في عدد من البطولات الافريقيه، بينما كان المنتخب الغيني الاستوائي حاضرا في العشرة او ال 12 سنه الاخيره بقوه. المنتخب الغيني الاستوائي بعد تلقيه الهدف الاول اللي احرزه لاعبوه في انفسهم ضغط بشده الحقيقه في اخر ربع ساعه، وكاد ان يدرك التعادل لولا شجاعه المدافعين السودانيين ولولا الحظ الذي ساهم او ساعد المنتخب السوداني كثيرا في الحفاظ على النتيجه والعبور بالمباراه الى بر الامان للوصول الى الثلاث نقاط، وهو الهدف الاهم والاسمى في هذه المباراه التي كانت في اخر ربع ساعه مباراه مثيره جدا. و يعني الناس اللي اتفرجت على المباراه دي اكيد هتحس بده، انه كان هناك حبس للانفاس، لانه في اخر 5 دقائق تحديدا او في الوقت بدل الضايع كانت هناك هجمات خطيره جدا للمنتخب الغيني الاستوائي، ولكن لحسن الحظ لم تكلل بالنجاح ولم يستطع ادراك التعادل. بهذا الفوز